ده بقى الشكل النهائي بتاعها بعد ما خلصت. البيض واضح فيها، الجبنه سايحه، البطاطس مستويه، والبصل والهريسه، وزيناها بشويه بقدونس. حلوه جدا، يا ريت تدوقوها وتجربوا. وانا دلوقتي هدوق لكم كالعاده بتاعتنا انا وروبن. هنجيب طبق كده ونبدا ندوق. هجيب بس الاسباتشلا بتاعتنا. بصوا، شايفين؟ بصوا السيحان بتاعها. ناخد كمان قطعة كمان، وهنبدأ ندوق منها ونقول لكم رأينا ايه. طبعا هي هتتاكل بعيش بلدي. يلا يا روبن. ماشي. بصوا الجبنة بتمط ازاي. الله، حلوة أوي يا ماما. انا هدوق. الملح فيها مظبوط، التوابل واضحة، طعمها حلو، خفيفة، من غير لحمة ولا فراخ، مش مكلفة خالص. يلا نبدأ الوصفة. أكلة بسيطة وسهلة وعلى قد الإيد وفي منتهى اللذاذة والطعامة. نبدأ بقى مع بعض. احنا حاطين زيت في الطاسة وهننزل عليها. بصوا البطاطس مكعبات اهي، انا مقطعاها مكعبات. هننزل بقى على الطاسة على الزيت بالبطاطس. وهنبدأ نحمر فيها. احنا هنفضل نحمر فيها لحد ما تاخد لون. بصوا بقى، اتحمرت اهي، ادت اللون. ده اللون اللي انا عايزاه، شايفينه؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. ابتدي بقى انزل ببقيه المكونات. معايا بصلايه كبيره متقطعه اهي، متقطعه مكعبات، هنزل بيها وهبتدي اقلب برضه. شايفين؟ هفضل اقلب بس كده لغايه يعني ما ريحتها تطلع. مجهزين ايه بقى معانا تاني؟ مجهزين معانا فلفل الوان اصفر واخضر واحمر. عندنا التوابل بتاعتنا بابريكا، ملح، فلفل اسود، كمون. هننزل بيهم برضو بس. هنبدأ بقى ننزل بالتوابل واحدة واحدة. هننزل بالملح، معلقة ملح وحسب الرغبة. يعني في ناس تحب الأكل مالح، في ناس تحب الأكل عادي، على حسب الرغبة. فلفل اسود، معلقة فلفل اسود. بابريكا بتدي لون حلو. ده بابريكا مدخنة بتدي لون حلو وريحة حلوة. انا لو اقول لكم الريحة عندي عاملة ازاي هتقوموا تعملوا الاكلة دي دلوقتي على طول. زي ما قلت لكم الاكلة دي اقتصادية. بصوا شايفين الله، دي حلوة أوي يا ماما. ريحتها حلوة يا روبن؟ اه. ريحتها حلوة جدا فعلا. الروائح ابتدت تطلع بتاعتها. نعلي شوية كده. زي ما قلت لكم الاكله دي بقى نعملها كده ايه في نص الاسبوع، في اخر الاسبوع. الولاد ابتدت الدروس والمدرسه وطلبات المدرسه، فلازم تبقى في معانا اكله اقتصاديه. وانا هحاول اعمل لكم اكلات كده في الوسط كده تبقى ايه على قد الايد، مره كده ومره كده، ونمشي الميزانيه عشان الميزانيه تظبط معانا. شايفين اللون والشكل والروائح بقى انا اللي اقول لكم عليها، انا اللي شامه. هنبدا ننزل. بصوا دي طماطم مبشوره، دول في حدود 3 طماطم، 3 طماطمات كبار. عايزين تبشروها ماشي، عايزين تقطعوها ماشي، زي ما انتم تحبوا. انا بشرتها عشان خاطر القشره بتاعتها ما تنزلش. بتحبوها بالقشره برضو مش مشكله، زي ما انتم عايزين اعملوا. انا هنزل عليها دلوقتي بالطماطم.
انا هديها تقليبه حلوه وهسيبها، هغطيها واسيبها تتسبك كده، الطماطم تدخل في البطاطس والبصل وتشرب من التوابل، وارجع لكم تاني. بس انا لسه بديها تقليبه كده حلوه. انا ماشيه معاكم الخطوات عشان تبقوا انتوا عارفين في الترتيب، ويا ريت لو معاكم ورقه وقلم تكتبوا ايه المكونات، وانا برضو هنزل لكم المكونات بتاعتها في صندوق الوصف. بس بقى تنسوش بقى الوصفه دي لو عجبتكم تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو، يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. هرجع لكم تاني. لما اتسبكت هنزل عليها بمعلقه هريسه، بتديها برضو تيست حلو كده وطعم حلو. ومجهزه بقى ايه الخطوه اللي بعديهم، اديها بس تقليبه كده، مش عايزه اقلب قوي عشان البطاطس ما تتهريش مننا. هنزل بقى ايه دلوقتي عندنا بالفلفل الالوان. انا مقطعه فلفل اصفر احمر واخضر واصفر، وحاطه كمان معاهم قرن شطه، قرن سبايسي. انا بنزل بالفلفل في الاخر عشان خاطر اللون بتاعه، عشان الفلفل ما يتهريش ويفضل محتفظ ايه بالالوان بتاعته. بعد كده ايه بقى عندنا، محضره 4 بيضات هنحطهم في الاخر هوريكم ازاي، وكمان الجبنه الموتزاريلا برشها على الوش، برشها كده على الوش بتاعها. هي كده الاكله معانا جاهزه خلاص. انا بقى برش الجبنه كده وهغطيها تسيح. انا موطيه النار، ما تخلوش النار عليها. شايفين؟ هغطيها عشان الجبنه تسيح وهرجع لكم تاني. تسيح معانا. مجهزين 4 بيضات. هبتدي بقى ايه الشكل دلوقتي وصل لايه، الجبنه ساحت. محضرين بقى 4 بيضات. هبدأ بقى ايه افتح اماكن عشان انزل فيها البيض، بصوا هوريكم ازاي. افتح كده، افتح كده، هنا 4 اماكن ل4 بيضات اهو، ونبدأ ننزل ببيضة بيضة. اكلة حلوة قوي، يعني انا دقتها، كان عملتها مرة من سنة عجبتني قوي، فقلت لا فكرة ان انا اعملها لكم في القناة. اكلة حلوة وبسيطة وطعمها كمان لذيذ. افتح هنا كده. بصوا انتوا لو تحبوا تسيبوا البيض كده عيون اوكي، بس انا مش بحب اسيبه كده، محبش اسيب الصفار، بحب ان انا ايه اديله كده تقليبه عشان يستوي، عشان ما يبقاش طعمه ني. شايفين؟ شايفين الجمال؟ شايفين الالوان والريحه، الريحه فظيعه. برضو هغطي عليها يعني في حدود 3 دقايق تاني وخلاص كده وهنطفي. ده بقى الشكل النهائي بتاعها بعد ما خلصت. البيض واضح فيها، الجبنه سايحه، البطاطس مستويه، والبصل والهريسه، وزيناها بشويه بقدونس. حلوه جدا، يا ريت تدوقوها وتجربوا. وانا دلوقتي هدوق لكم كالعاده بتاعتنا انا وروبن. هجيب طبق كده ونبدا ندوق. هجيب بس الاسباتشلا بتاعتنا. بصوا شايفين؟ بصوا السيحان بتاعها. ناخد كمان قطعة كمان وهنبدأ ندوق منها ونقول لكم رأينا ايه. طبعا هي هتتاكل بعيش بلدي. يلا يا روبن. ماشي. بصوا الجبنة بتمط ازاي. الله، حلوة أوي يا ماما. انا هدوق. الملح فيها مظبوط، التوابل واضحة، طعمها حلو، خفيفة، من غير لحمة ولا فراخ، مش مكلفة خالص. يلا نبدأ الوصفة.